الطوارئ لم يكتمل، وشفعت هذا الكلام بالصور السابقة فيها منتج. نعم. إذن هذه جلسة اليوم. تلاحظوا الصور واضح من هم في الصف الأمامي، واضحين من فبالتالي هذه الصور أيضا تؤكد ما طرحناه وما قدمناه. هذا السقوط سقوط مريع وسقوط عجيب، لكن في كل الأحوال نحن نعم. إذن هذه الصور أيضا تؤكد، وسنحاول كما قلنا أن نتابع هذا الأمر، ونشكر كل الذي بينبهونا أيضا باتصالات عندما يتابعوا هذه القناة. تفضل. طبعا حول موضوع قناة الجزيرة، هو يعني إذا كان الإنسان قد كذب أول مرة فلا تستغرب منه ولا تستبعد منه أن يكذب عليك مرة. نعم، مهمتنا أن نبين فقط كإعلام يعني. أيوة، هؤلاء يعني اعتذروا خيرات. قناة الجزيرة الآن يعني قبل قليل تقولوا أن اعتذرت عما ورد من خطأ، هي تعتذر فقط عما ورد من خطأ فني ومن دبلجة قامت بها مسبقة. تمام، هي تعتذر لهذا الشيء. أما أنها اعتذرت للشعب اليمني، ما اعتقدت أنها اعتذرت للشعب اليمني، ولا اعتذرت أيضا للحكومة اليمنية أو شيء من هذا. ولذلك نحن نطالب بأن يقدموا اعتذارا مدير القناة والمسؤولين الإعلاميين عنها، أن يقدموا اعتذارا واضحا وصريحا للشعب اليمني. ومن حق الشعب أن يقوم برفع دعوى قضائية ضد هذه القناة ليثير الفتن وتثير البلابل. هؤلاء مثلهم يا إخوان مثل يعني كمثل بقرة بني إسرائيل، عندما أمرهم الله عز وجل أن يذبحوها قالوا ما هي؟ ما لونها؟ إن البقرة تشابه علينا، وبدأوا يعني يسألوا ويتمادوا في الأسئلة مرة بعد أخرى وهكذا. أنا أذكر في أحداث مصر عندما يعني الرئيس المصري كلف عمر سليمان تقريبا النائب له، وكلفهم بالحوار مع الشباب في ميدان التحرير والنزول للحوار. كان من ضمن الموجودين في ميدان التحرير طبعا الإخوان المسلمين. فقناة الجزيرة بتسأل، وأنا يعني بقيت أتابعها، وهي تسأل يعني عن الحوار، ما أهداف الحوار هذا؟ هل دعي فيه كل الأطراف؟ أنتم كإخوان مسلمون لماذا لم تدعون إلى هذا الحوار؟ بيقول يعني الناطق الرسمي أتذكر اسمه، تمام، اللي بيتكلم باسم الإخوان، بيقول نحن موجودين ضمن أطراف الحوار، نحن نتحاور. هل أنتم بهذا الضعف عفوا، هل أنتم بهذا الضعف حتى لا يحاورونكم؟ لماذا لا تكونوا في مقدمة المتحاورين معهم؟ يعني بزوا وقفز الله فوق الكرسي هكذا. نعم. يا إخوة يعني بالأمانة هؤلاء الإعلام يعني دأبوا على شق الصف الإسلامي العربي، لمن يعملوا ولأي جهة يعملوا ولمصلحة من؟ هذا سؤال ينبغي أن يطرح. نعم. أنا أسمع الشيخ محمد.